مالية السوق دلوقتي، يلا بسرعة هاتيها قبل ما تخلص وتغلى وسعرها يبقى في السما. هي ديت أيامها، يعني كلها شهر بالكتير وهتلاقيها قليلة أوي في السوق، وهتلاقيها وصلت في ل40 جنيه و50 جنيه الكيلو. بجد ايه عمرها ما حصلت، بجد كانت بتبقى برخص التراب، بس انتوا عارفين ان هي بدأت تغلى جدا. يعني احنا في عز موسمها هيت، والكيلو ب15 جنيه وهي مالية السوق، ما بالك بقى لما تخلص من السوق. انا بسمي الوصفه اللي انا هعملها معاكم دلوقتي ديت المنقذ. المنقذ بالنسبه لي انا ما بستغناش عنها ابدا، ولا التلاجة ولا الفريزر بيفضوا ابدا من الوصفه الممتازه الرائعه ديت. بجد انا عايزاكم كلكم ما تكسلوش وتعملوها بسرعه قبل ما تخلص من السوق، حاجه كده قمر قوي. هرسة الشطه زي ما بيقولوا، تسميها بقى الدقه تسميها. انا مسمياه عن نفسي يعني المنقذ بتاع البيت بتاعي. ليه بقى؟ لان انا بحط منها على السمك، يعني بجيب السمك لما اجي هقليه وافتحه وانضفه كويس، واقوم جايه حاشيه منها السمك من جوه. ولا بقعد بقى اخد بقى وقت، ولا يا ترى موجود في التلاجة عندي شطه ولا مش موجود عندي شطه، ولا اي حاجه. ممكن تجيبي الحمراء، ممكن تجيبي شطه خضراء، ممكن تجيبي شطه حمراء على خضراء، ممكن تجيبي معاها كمان فلفل، براحتك خالص زي ما تحبي. اللي معايا دوت كان كيلو من الشطه، الكيلو دوت ب15 جنيه. قلت اجيبه بسرعه وابدا ان انا اخزن كل ما اروح السوق كده، ديت موسمها. ابدا اجيب كيلو بكيلو واخزنه معاكم. انا بحط منها في التلاجة، بتقعد معايا في التلاجة في الصيف دوت شهر كامل، وفي الفريزر بتقعد معاكي بقى زي ما انت عايزه بالست شهور. بجد حلوه جدا ومنقذه جدا ومتعدده الاغراض. ممكن بقى تعملي بدنجان بقى بالدقه بقى وتحط عليها، تلاقيها جاهزه في ثانيه تعمليه للفطار او لاكل شعبي او لاي حاجه. لو انت برضو بتعملي مشويات ممكن تحطيها على السلطه بتاعت المشويات، بتبقى في منتهى الجمال. بتحط منها على السلطات عامه يعني، وبيبقى ليها طرق كتير جدا. انا غسلتها الاول كويس وقطعتها كده في الكبه. طب هتقولي يا ام عمر، طب انا ما عنديش كبه اعمل ايه؟ هتعملي اللي عنده هون او اللي بيسموه صلايه. بتجيبيه كده وتقومي جايه زي ما انا عملت كده بالظبط، تعملي في الهون وتدقيه كويس وتخزنيها، بتبقى جميله جدا. حطيت حوالي 10 فصوص من الثوم، عايزه تكتري اكتر من كده براحتك، عايزه تقللي برضو براحتك. تمام. هبدا بقى ان انا اضربها كويس جدا جدا وانعمها. طبعا ما بحطش اي توابل ولا اي ملح دلوقتي الا ما بضربها الاول. لازم اضربها كده الاول ضربا مبرحا زي ما بيقولوا، علشان تنعم معايا. انا بجد انا عايزه اقول لكم، الخلطه ديت او الدقه ديت او هريسه الشطه ديت ما بتخلاش من عندي ابدا. انا على طول بعملها عندي وبسيبها في الفريزر او التلاجة، بجد منقذه جدا وموفره للوقت جدا جدا. حتى برضو لو انا بعمل سمك مشوي، بروح جايه واخده منها شويه واروح جايه حطها كده، عاملاها على تمليحة السمك كده، زودها شوية مية كده بليمونة كمان، وبتبقى في منتهى الجمال. طب هي لغاية كده بس؟ لا، ده لسه فيها خطوات كمان. يا ريت اللي وصل معايا لغاية هنا ما ينساش بالله عليكم يحط لايك، واللي ما اشتركش يشرفني ويشترك في القناة ويتك على كلمة على الجرس، ويتك على كلمة الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم كل اشعاراتي. بصوا انا كده ضربتها هيت كده تمام قوي. هبدأ بقى ان انا احط معايا المكونات اللي بتخليها جاهزة معايا وما بحتاجش لاي حاجة. معلقة كبيرة كده مليانة من الملح، واحط كمان حوالي ربع كده كوباية من الخل، او نص كوباية من الخل على حسب الكمية وعلى حسب الكب بتاعتك ما بتاخد. وعصرة ليمونة كبيرة كده، هبدأ ان انا اعصرها معايا. وانت بتطلعها بقى عشان تستخدميها، عايزه احط شويه خل كمان مفيش مشكله، على الشويه اللي انت تعملهم مثلا تمليحه السمك. ليمونه كمان مفيش اي مشكله. وزي ما قلت لكم لو سمك مشوي، بتاخدي حبة كده في طبق وتزوديهم شوية مية كده بعصرة ليمونة او بشوية خل، وتبدأي تملحي بها السمك بعد ما بتشوي، بيبقوا خرافة. بجد في منتهى الجمال. بقلب بقى تقليب كويس كده، بجيب من فوق لتحت علشان كله يتشرب من الملح والليمون والخل. وهبدأ بقى، عندك علبة تلاجة حط فيها، عندك برطمان حط فيه. ممكن لو الكمية كبيرة قوي عليكي ممكن تحطي شوية كده في علبة تلاجة صغيرين كده في التلاجة، والباقي تحطه في الفريزر. بتطلعيه تستخدميه بمنتهى الجمال. يعني بصراحة انا انصحكم ان انتم تعملوها كلكم، بجد هتبقى حلوة جدا في الفريزر والتلاجة بتاعتكم منقذة. قد ما بصي، هي كل الموضوع بياخد بالظبط 10 دقايق بتكوني محضرة القمر دي. هبدأ بقى ان انا احطها كده زي ما انتم شايفين كده. بجد كلكم جربوها، حلوة جدا منقذة جدا جدا. زي ما قلت لكم 10 دقايق بالظبط بتكونوا مغسلين الشطة ومحضرينها، ويمكن اقل من 10 دقايق كمان، بس بتوفر معاكم وقت كبير ومجهود كبير جدا جدا.
بتبقى انا عن نفسي يعني زي ما قلت لكم مستحيل ان انا استغنى عنها، بقالي سنين كتير جدا. الفلفل يطلع او الشطه تطلع في السوق، او حتى لو مش في موسمها بجيبها، ولو حتى غاليه برضو، وابدا ان انا اخزن فيها، او ببدا ان انا اعمل. ولما بعمل لازم اعمل كميه كده علشان تبقى موجوده معايا. كملت بقى كل الكميه الموجوده علشان ما اطولش وقت الفيديو. نفس اللي انا عملته المره الاولانيه بعمله المره التانية. هبدأ احط برضو الملح، واحط الخل، واحط الليمون. طبعا ممنوع تحط اي توابل ولا بهارات على الخلطة عشان مش تغير شكلها ولا ريحتها. طبعا لو انت عايزه بقى تحطي توابل سمك وانت بتحشي ولا اي حاجه، بتاخدي منها شويه، بتحشي السمك يعني، بتاخدي منها شويه كده على جنب، وتحطي التوابل اللي انت عايزاها عشان ما تغيرش لونها، على قد شويه اللي انت هتعملي بيهم. ودي كان شكلها برضو بقلبها من فوق لتحت كده، وهبدأ اضيفها تاني على الخلطة. برضو بتنفع معاكي لو انت بتعملي محاشي او بتعملي مكرونة او اي حاجة، ممكن تاخدي شوية منها كده تحطيها على الصلصة، بتبقى في منتهى الجمال. يعني زي ما قلت لكم ديت متعددة الاستعمالات، ويمكن لها استعمالات اكتر من كده بس انا مش فاكراها. برضو انا بحبها قوي دايما على البدنجان اللي هو بالدقة دوت. وهقلي معاكم طبق كده وانا بعمل بقى، كنت بجهز بصراحة الفطار، وقلت اقلي معاكم طبق كده يفتح النفس علشان اشجعكم. انا اوريه لكم دلوقتي. طبعا انا عايزه اقول لكم على حاجه، التفاعل بتاعكم يهمني جدا على القناه، وبيرفع الفيديوهات بتاعتي، فيا ريت ما تنسوش اللايك. اللي وصل معايا لغايه هنا يا ريت ما ينساش اللايك. عملت بقى كده قرنين كده من الفلفل كده الحامي او الشطه براحتك، مع شويه بقى بدنجان كده، وهبدا ان انا احط عليهم من الدقه الجباره ديت. بجد حاجه كده تفتح النفس، جميل جدا. انا ما بستغناش عنها، وهفضل اقول لكم علشان اشجعكم ان انتم بجد تخلوها عندكم على طول. لو عندك حتى شويه فلفل او شطه في التلاجة بقالهم كتير وهيبوظوا منك، لا بسرعه اعمليهم وخزني. الفيديوهات ديت اللي انا بعملها يعتبر بسيطة وسهلة وتشجيعية في نفس الوقت، كلنا بنشجع بعض وبناخد افكار من بعض. فزي ما قلت لك، لو عندك شويه فلفل بقى، عندك شويه شطه متبقيين كده، مش عارفه تعملي فيهم ايه، بسرعه اعملوهم زي ما انا قلت لك كده بنفس الطريقه. لو هتحطهم حتى في الفريزر وهتجيبي عليهم كل ما تروحي السوق تجيبي شويه كده تعمليهم، بجد مش هتحتاجي خالص في الشتاء ان انت تشتري الفلفل باسعار خزعبليه، لان ربنا يلطف بجد. الاسعار بقت في السماء، وكل يوم في اسعار اعلى من اليوم اللي قبله. رايكم بقى في الطبق القمر ده؟ بجد حاجه حلوه قوي تفتح النفس. وصفة جميلة، جربوها، ويا ريت دعوة حلوة منكم ولكم بالمثل. وما تنسوش اللايك الجميل اللي يشجعني ويخليني استمر معاكم في الفيديوهات التشجيعية ديت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع الف سلامة.